السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وأفضل الظروف يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم لي ازياتيك مع جميع الأسرار ديالو باش هكا ينجح معكم، ما يعذبكمش، ما يلتصقش معكم في نفس الوقت، ما يطرطقوش لكم في المقله وما يشربوش الزيت. وايضا غادي نشارك معكم الصلصه اللي غادي ترافقهم، اللي تقدروا ترافقوا بها بزاف ديال المملحات اللي كتزيدهم لذه على لذه. هاد لي كيجيو مقرمشين لذاذين بزاف. وقبل ما ندوزو للوصفه ما تنساونيش من تشجيعاتكم لايك وبارطاج مشاركه في القناه، وضروري تتابعوا الفيديو الاخير باش هكا ينجحوا معكم. راه فعلا كيجيو لذاذ تماما بحال المطاعم. فيلا نشوفوا الطريقه على بركه الله. بسم الله. هنا خديت 2 مربعات من الشعريه الصينيه اللي كبيت عليهم الماء مغليان وخليتهم هكا كيرطابوا. ايضا هنا خديت 100 غرام ديال الشامبينيون نوار اللي كبيت عليه حتى هو المغليان وخليته هكا كينتفخ وكيتضاعف الحجم ديالو. الشعريه الصينيه بعد ما رطبت كنصفيها وكنقطعها هكايا غير بالموس. هنايا خديت ايضا حبه ديال الجزر حكيتها وحبه ديال البصله، وحاولت انني نضغط عليهم هكايا في الصفايه حتى استخلصت اولا استخرجت منهم الماء كامل وعصرتهم مزيان. فالحشوه ضروري خصها تكون ناشفه. من بعد خديت الهاشوار ودرت فيه 250 غرام ديال الدجاج وطحنته مزيان حتى حصلت على كفته. وفي نفس الهاشوار خديت الشامبينيون نوار. من بعد ما استقطرته مزيان غادي نطحنو حتى نحصل على قطع اللي تكون رقيقه وصغيره تقدروا تقطعوه حتى بالموس. هنا من بعد خديت البول ودرت فيها هنايا ديك الدجاج اللي طحنت، ضفت عليها الشعريه الصينيه، الشامبينيون نوار من بعد ما قطعته كما كتشوفوا هنايا قطع رقيقه. ضفت هنايا ديك البصله وخيزو اللي عصرتهم. صافي بديت كنضيف التوابل. هنايا 2 فصوص ديال الثومه مع الزنجبيل تقطع ليا في التصوير، هنا درتو طري، تقدروا ديروه حتى بودره. هنايا شويه ديال البصار، شويه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال صلصه الصوجه، وواحد المعلقه كبيره ديال النشا اللي غادي تشرب لينا ديك الماء ديال الدجاج. صافي واحد الحبه ديال البيض كامله. بالنسبه للبريباراسيون او الحشوه فراها سهله. بالنسبه لهاد لي نيم هادو فرا باش كينجحوا معكم في التقنيه او في التقنيه ملي كتجيو انكم طويوهم او لا حتى تقليوهم. هنايا خلطت مزيان ديك الحشوه وخديت هنايا واحد الاناء اللي درت فيه شويه د الماء اللي ضفت عليه صلصه الصوجه وخلطته مزيان. هنايا ايضا خديت واحد السربيته اللي فزكتها بالماء وعليها غادي نطوي لي نيم ديالي. هنايا هادو هما لي غاليت دوغي، تقدروا تلقاوهم في المحلات الكبرى او لا مرجان كارفور او لا حتى الميني ماركت. هنايا بديت كناخذ هكا لي غاليت ديالي وكندوزهم تقريبا واحد 15 دقيقه في ديك الماء والصوجه. هنايا صافي كدوزو معايا واحد 15 دقيقه ثانيه عفوا حتى ل 20 ثانيه. هنايا منين تبداو تطلقوا يديكم في الطوي صافي كتبقاو توضعوا وحده هكايا كترطب معكم وحده نتوما كطويوها باش هكا كتزربوا، اولا تقدروا تبقاو تمشيو خطوه خطوه كل وحده تفزكوها بوحدها وطويوها. هنايا كطويو لي سيجار ديالكم او لي نيم ديالكم بشكل السيجار العادي، ما كدهنوهم ما حتى شي حاجه فراهم كيلتصقوا غير بوحديتهم. انا غادي نعاود معكم هنايا واحده اخرى. كتاخذوا هكا الكاليت ديال الروز ديالكم كتوضعوهم هكا فوق ديك السربيته فاسكه وكتوضعوا الحشوه في الوسط القياس اللي بغيتو كما قلت لكم الطريقه العاديه ديال لينيم. اذا وضعتوهم غير على شي حاجه هكا فداك لي كاليت دوغي اولا داك الورقه د الارز ديالكم راه كتلتصق معكم وكتعذبكم بزاف. يعني اذا درتوها هكا فوق شي صينيه اولا يعني فوق شي طبسيل اولا بحال هكا فراه غادي تلتصق معكم وتعذبكم. وايضا حاجه اخرى من بعد ما تبقاو تطويوهم فضروري انكم منين تحطوهم ما ديروش وحده فوق وحده، فراه هذه يلتصقوا معكم وما غاديش يبغيو يتفكوا معكم او الا تفكوا معكم غادي تقطعوا وغادي يعذبوكم بزاف وغادي يمحنوكم. فضروري منين تحطوهم بعدين بحال هذا الشكل هكا كيف ما هو موضح في الفيديو. ما كنحطهمش بحال السيجار العاديين كتقدروا انكم تحطوا وحده فوق وحده، فراه لا، فضروري تحطوهم من بعدين. انا هنا غادي نخليهم يرتاحوا واحد ساعتين ضروري ينشفوا معكم باش هكا ما يطرطقوش لكم في الزيت وما يشربوش الزيت. في هذه الاثناء انا غادي ندوز نوجد الصلصه الحلوه الحاره او لا سويت شيلي اللي تقدروا ترافقوا بها جميع بزاف عفوا ديال المملحات بحال بريوات ولا الجوينحات او حتى بيتزا. هنا في كاسرونه درت كاس الماء، 2 فصوص ديال الثومه محكوكين، معلقه مملوءه بالهريسه، وواحد 2 معالق كبارين ديال الخل، المعلقه الثانيه تقطعت ليا عفوا، ومعلقه كبيره ديال صلصه الصوجه وشويه ديال بابريكا اختياريه باش كتعطيكم اللون. هنايا ضفت نص كاس ديال السكر، تقدروا تعوضوه ب5 المعالق ديال العسل.
صافي هنايا بديت كنحرك هاد الصلصة ديالي ونزيدو يعني السكر ودرتها فوق البوطة، غتخليوها فوق البوطة تقريبا تغلى معكم واحد 5 ديال الدقائق. انا في هذه الاثناء غادي ناخذ واحد نص كاس ديال الماء وغادي نضيف له واحد المعلقه صغيره اللي تكون مملوءه جيدا بالنشا وغادي نخلطو مزيان. من بعد ما غادي نحسب 5 دقائق من بعد ما غادي تغلى ليا ديك لاصوص غادي نضيف عليها ديك الماء والنشا بهذا الشكل هكا. وانا مستمره كنحرك هاد العمليه هذه ديروها فوق البوطه، انا غير على حسب الاضاءه حيت هكا فوق البوطه كتبقاو تحركوا مزيان حتى كيختار لكم الخليط اولا كيعقد نوعا ما. وصافي ها لاصوص ديالكم واجده. فراه هاد لاصوص هذه تقدروا تحتفظوا بها حتى الاسبوع في الثلاجه، ترافقوا بها المملحات ديالكم كتجي تماما بحال اللي كتباع اولا اللي كيرافقوا لينا بها المملحات في المطاعم. كما كتشوفوا انا غادي نخويها هنايا في هاد الزليفه وعندها الغطاء ديالها، غادي نقدر انني نحتفظ بها في الثلاجه ترافقها مع مملحات اخرين من غير لي نيم اللي غندير دابا. فغي جربوها راه فعلا كتجي لذيذه بزاف، كتجي رائعه. المذاق ديالها كيجي تماما بحال ديال المحلات. صافي هنايا من بعد ما دازت تقريبا واحد الساعتين خليتهم ينشفوا ليا مزيان، غادي ندير الزيت تسخن مزيان والنار غادي تكون متوسطه. غادي نبدا نوضع هكا لينيم ديالي. ومن الاسرار الثاني ما تخليوهمش اولا ما تعمروش المقله بزاف. فديروا كاع المقله ديالكم اذا كانت كبيره ديروا فيها 4 أو 5 د الحبات. ضروري خص تكون يعني واحد المساحة ما بين السيجار وسيجار باش هكا ملي كيبداو يديروا ديك البويقات بهذا الشكل هكا ما كيلتصقوش. الا التصقوا تاني غادي يعذبوكم ما غاديش يبغيو يعني يتفكوا. فهاد الورقات الروز كتلتصق دغيا دغيا. صافي هنايا غادي نبدا نقلبهم. من الافضل انه يكون عندكم شي باش تقلبوهم هكا خشبي، او الا كانت عندكم فرشيطه فضروري تسخنوها مزيان في ديك الزيت باش منين تجيو تقلبوها ما تلتصقش لكم في ديك الفرشيط. ولكن اذا قلبتوهم هكا بعويدات ديال الخشب فراه ما غاديش يلتصقوا. هنايا القليه الاولى كتخليهم غير كيبيضوا وكتبداو كتحيدوهم لان هاد لي نيم غادي نقليوهم 2 قليات. صافي هنايا غير كيبداو يبيضوا صافي غادي نحيدهم انا وغادي نديرهم يستقطروا هكا في واحد الشبيكه ونكمل ما تبقى ليا ديال لينين. من بعد غادي نبدا باول قليه غادي نعاود نقليها. الا بغيتو تحتفظوا بهم فراه تقدروا تحتفظوا بهم بهذا الشكل هكا بيضين. منين تبغيو تقليوهم كتجبدوهم من المجمد وكتقليوهم. اذا كنتو غادي تقدموهم في نفس الوقت فكتبداو بالقليه الاولى كديروها كتحمر بهذا الشكل هكا. صافي كتقابلوهم في الزيت يعني حتى كيتحمروا. في القليه الثانيه ماشي مشكل الا عمرتو المقله بهذا الشكل حيت صافي كيكونوا ما بقاوش كيلتصقوا وتقلاو. كتقابلوهم بهذا الشكل هكا حتى كيتحمروا. من بعد كتوضعوهم فوق المناديل ديال المطبخ حتى كيستقطروا مزيان من ديك الزيت. واذا وصلتوا حتى لهنا من لا فيديو ما تنساونيش من تشيعاتكم شي قليب وشي لايك زوينه بحالكم وغير جربوهم راهم كيجيو رائعين ولذاذين. قدموهم سخانين مع الصلصه. فما تنساونيش من تشيعاتكم وبسلامه لوصفه اخرى ان شاء الله.